زي ما احنا عارفين ان اضواء السينما بتخطف، ومهما كنت نجم مشهور ومحبوب بتحب يبقى ليك بصمه في السينما، وعشان كده بنشوف نجوم كتير مغنيين بيتجهوا للتمثيل، في منهم اللي نجح وفي منهم اللي فشل. والكلام ده مش الوقت الحالي بس، الكلام ده على مر العصور. وانا جاي دلوقتي حالا اتكلم معاك عن افضل مغني مثل في الفترات المختلفه اللي احنا عشناها او اللي احنا شفناها. هنتكلم عن القديم والجديد، بس طبعا قبل ما نتكلم مع بعض عن اي تفاصيل تخص الحلقه، اوعى تنسى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشترك في القناه عشان تساعدني اكبر، لان انا مش اكبر غير بيك انت وبدعمك انت. وحقيقي من كل قلبي انا حابب اشكر كل واحد فيكم، دعمكم مشجعني جدا ان انا اعمل مواضيع اكتر واكتر. وعايز اقول لكم ان الموضوع ما بيبقاش سهل بالنسبه لي، لان انا بعمل كل حاجه لوحدي، بحضر وبصور وبنور وبمنتج لوحدي، وطبعا انا عندي التزامات تاني كتير. لكن لما بلاقي منكم دعم بتشجع وبقول ان انا ملتزم معاكم وفي التزام ناحيتكم ان انا اعمل لكم كل شويه حلقه جديده. فمن كل قلبي شكرا لكم. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ مناظر. احلى من الشرف مفيش. وطبعا لما نيجي نقول مغني قرر يمثل، اول حاجه هتيجي في دماغنا هي الحقبه الذهبيه بتاعت الافلام الابيض واسود، لان هنلاقي فيها مجموعه كبيره جدا من المغنيين اللي مثلوا. وده طبعا راجع لان الموسيقى كانت واخده حيز كبير من حياتنا، لان مش كل الناس كان عندها تلفزيون زي دلوقتي، فكان المغني نجم جماهيري وكان مضمون ان هو ليه شعبيه وجماهيريه عاليه قوي. فلما المغني ده يعمل فيلم 100% كان هيكسر الدنيا، خلاص هو ليه جمهوره والناس هتخش تتفرج على فيلمه. وطبعا لما يجي نتكلم عن نجوم الزمن الجميل، اول واحد هيجي في دماغنا هو العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، اللي بالمناسبه افلامه حققت ايرادات ونجاحات خرافيه. تقريبا فيلم ابي فوق الشجره حقق فوق المليون جنيه، وده كان رقم اعجازي في الزمن اللي بيتعرض فيه الفيلم ده. بس هل يا ترى عبد الحليم حافظ هو اشطر مغني قرر انه يمثل؟ من وجهه نظري المتواضعه لا. اداء عبد الحليم حافظ كان اداء مسرحي مفتعل، كان بيعتمد على الاحساس، هو كان فنان احساسه مرهف. لكن لما تتفرج عليه وهو بيمثل او هو متقمص الشخصيه هتلاقيه بعيد كل البعد عن الاداء الفني المعروف باسم التشخيص او التمثيل او التجسيد. انا مش قليل الادب، انت اللي ظالم. طب هل يا ترى عبد الحليم حافظ هو المغني الوحيد اللي كان بيمثل؟ لا، ده في كتير جدا. عندك مثلا فريد الأطرش، عبد الوهاب، محمد فوزي، اسماعيل ياسين وشكوكو وغيرهم كتير. اما على مستوى النساء او السيدات فكان في مجموعه كبيره جدا من المغنيات قرروا ان هم يمثلوا، زي مثلا صباح وليلى مراد وحتى ام كلثوم. وخلينا متفقين على حاجه مهمه جدا، ان كل المغنيين اللي احنا قلنا اسمهم دول ما ينفعش نقيمهم فنيا كممثلين بدرجه عاليه، لان الفتره الزمنيه دي كان بيحكمها ستايل معين في التمثيل، وكان بيحكمها ذوق مختلف عن الذوق الحالي. وعشان تفهم قصدي اكتر انا هقول لك على سر صغير، ان وانا لسه بحضر الحلقه دي في دماغي كنت متخيل ان هيطلع معايا احسن مغني في الفتره الذهبيه دي هو محمد فوزي، بحكم ان انا كنت بحبه جدا. واللي فيكم ما يعرفش محمد فوزي يخش يسيرش عليه، الراجل ده ليه اغاني والحان عظيمه جدا، اشهرها طبعا ماما زمانها جايه. لكن بعد ما قعدت اتفرج على مقاطع كتير وفيديوهات وافلام كتير لكل النجوم اللي انا قلت اسمهم دول، لقيت ان اشطر اتنين واكتر اتنين موهبه في الفتره دي كلها ممكن يبقى اسماعيل ياسين وشكوكو. وطبعا كلنا عارفين ان واحد زي اسماعيل ياسين واحد من اشهر نجوم الكوميديا في الفتره دي. لكن لما تتفرج تاني على الماتيريال وعلى الافلام اللي موجوده على النت هتلاقي ان شكوكو اشطر بكتير من اسماعيل ياسين، رغم شطاره اسماعيل ياسين ورغم ان هو كان الاكثر اضحاكا والنجم الاكثر جماهيريه في الوقت ده. وعلى فكره الاثنين كانوا لقر واحد، والاثنين كانوا مونولوجيست، كانوا بيغنوا المونولوج. بس شكوكو اداؤه التمثيلي كان احلى واعلى بكتير. اما بقى بالنسبه لاسوأ مغني قرر يمثل في الفتره دي، فمن وجهه نظر المتواضعه هو الملحن الكبير جدا عبد الوهاب. لكن ده ما يقللش ابدا من القيمه الفنيه لعبد الوهاب كملحن، انا هنا بتكلم عنه كممثل فقط. بعد ما خلصنا الجيل الذهبي اللي هو الابيض واسود، هتكلم معاكم دلوقتي عن جيل التسعينات واللي كان مسيطر برضه عليه مجموعه كبيره جدا من المغنيين اللي قرروا يمثلوا. والحقيقه ان هم كتير جدا، بس انا عايزك تركز معايا لان انا هفاجئك باسوأ مغني قرر ان هو يمثل، هيكون صدمه بالنسبه لك. والفتره اللي بعدها كانت سريه بالمغنيين الشباب اللي قرروا ان هم يمثلوا، وعلى راسهم طبعا اكتر نجم انا بحبه جدا في المغنيين وهو عمرو دياب. واللي ممكن يفاجئك وما تكونش تعرفه ان عمرو دياب مثل في اكتر من 10 اعمال، ولكن اكتر 3 اعمال مشهوره للنجم عمرو دياب هم ال3 افلام: فيلم العفاريت اللي احنا كلنا فاكرينه وتربينا عليه واحنا صغيرين عشان ما نتخطفش وما نروحش مع حد غريب، بتاع عودي يا بيليا ورجع يا بيليا. والفيلم اللي بعد كده اللي اتعمل سنه 1992 فيلم ايس كريم في جليم، اللي كل ما اروح اسكندريه لازم نسمع الاغنيه دي، ومش بس الاغنيه دي، نسمع كل اغاني الفيلم
الفيلم. وعلى فكره الفيلم ده مميز جدا فنيا، ولكن اداء عمرو دياب ما كانش موفق خالص في الفيلم ده، لكنه برضه بيقرر يعمل فيلم سنه 1993 اسمه ضحك ولعب وجد وحب، لكنه برضه ما بيكونش موفق فيه، وبياخد قرار عمرو دياب ان هو يبعد تماما عن السينما، وانا بحييه تماما على القرار ده. عمرو دياب ممكن يكون واحد من انجح المغنيين اللي عدوا على تاريخ مصر، سواء انت بتحب عمرو او بتكرهه محدش يقدر ينكر حجم النجوميه بتاعت عمرو دياب. عمرو نجم كبير جدا، ومش في مصر بس، لا ده في كل العالم، لكن هو نجم في الغنى فقط، وانا احييه انه خد قرار ان هو ما يمثلش تاني ابدا. وزي ما قلنا ان فتره التسعينات دي كان في نجوم كتير جدا بيغنوا قرروا ان هم يمثلوا، زي برضه علي الحجار اللي قرر يمثل زي عمرو دياب. لكن علي الحجار كان مشواره الفني اتقل شويه، عمل تقريبا 46 عمل فني، والحقيقه رغم ان انا من الناس اللي بتحب علي الحجار جدا وبشوف ان صوته من الاصوات المميزه اللي موجوده عندنا، لكن انا ما بحبش اتفرج عليه كممثل وما بقتنعش بيه. بس برضه زي ما قلنا دي كانت فتره جيل كان لسه شريط الكاسيت هو اللي سيد اكتر من التلفزيون. يمكن التلفزيون كان بدا يخش كل البيوت، لكن الشريط هو اللي كان منتشر اكتر. كنا بنروح نشتري شريط الكوبي ب 2 جنيه ونص ونعمل الكوكتيل ب 3 جنيه. انا فاكر كويس الحقبه دي، فكان كل المنتجين بيروحوا يجروا على المغنيين عشان يخليهم يمثلوا، عشان عارفين ان الراجل ده ليه جمهور، لان شرايطه بتتباع فاكيد الناس هتخش السينما عشان خاطره. وكان في الفتره دي اللي هي فتره التسعينات نجم مدحت صالح في الطالع، وبدا يعمل فوازير وبدا يعمل اعمال كتير، لكن اكتر نجاح حققه مدحت صالح سنه 1994 في مسرحيه حزمني ياه، واللي من وجهه نظري هو اصعب بكتير من الفيلم. المسرحيه صعبه جدا لان المسرح بيحتاج من الممثل يكون عنده حضور تام، لان هو خلاص في عرض لايف، مش هنقدر نقول قط ونعيد المشهد ونغير الاداء ونديله تعليمات، هو خلاص على الخشبه واللي هيعمله هنشوفه. وبصراحه مدحت صالح احنا كنا بنحبه جدا كمغني، ولما مثل بدانا نقرب منه اكتر وحبيناه اكتر واكتر. يا جماعه ده كفايه اغنيه المليونيرات اللي كانت حلوه جدا وممتعه قوي اللي عملها هو شريف منير. على فكره الاغنيه دي اصلا كان اساسها في مسرح واتعملت في مسرحيه اسمها المهر. يمكن المسرحيه مش مشهوره قوي، لكن مدحت صالح خدها بعد كده عمل لها كليب هو شريف منير، والاغنيه كسرت الدنيا ولحد دلوقتي احنا لسه بنحبها وبنسمعها. ولكن بعد شويه بيبتدي يخش لنا على الخط واحد جديد اسمه محمد فؤاد الفقش، اللي برضه اتربينا على اغانيه وبنحبه جدا، وعمل لنا اول فيلم علم معانا سنه 1993. لكن النجاح الحقيقي والنجاح الكبير بيجي في فيلم اسماعيليه رايح جاي اللي بيقدم لنا نجوم جداد، وبالبلدي كده بيقلب الترابيزه وبيغير النجوم وبيقلب الممثلين. واحنا لولا اسماعيليه رايح جاي ما كناش هنشوف واحد زي محمد هنيدي، وما كانش ياخد الفرصه دي كلها. واللي فيكم فاكر الفيلم ده، الفيلم ده كسر الدنيا حرفيا. الفيلم ده ساعتها عمل ايرادات كبيره قوي. وبما اننا دلوقتي بنتكلم عن اداء المغنيين اللي قرروا ان هم يمثلوا، فانا عايز اقول لك ان محمد فؤاد كان اداؤه لطيف جدا وكان مقبول. وبما اننا لسه في فتره التسعينات، فانا عايز اقول لك ان محمد منير برضه كان ليه نصيب في التمثيل، وكان نصيبه كبير قوي لانه مثل مع واحد من المخرجين المهمين زي يوسف شاهين. وطبعا كلنا فاكرين دور الشاعر في فيلم المصير، واللي بالمناسبه كان اداء محمد منير في فيلم المصير كان كويس ومقبول. وفي النهايه لما نمسك فتره التسعينات ونبص على المغنيين اللي قرروا ان هم يمثلوا، هنلاقي ان اضعف واحد فيهم هو كان عمرو دياب. طب اسمع بقى المفاجاه اللي انا محضرها لك. من كام يوم قابلت ماما كريمه مذيعه التلفزيون بتاعت برنامج اطفال الغد. رغم ان عمرو دياب هو انجح واحد فيهم لحد دلوقتي واكتر واحد بيعمل شغل، وعايزك تفصل كويس لما بقول ان هو اكتر واحد مستمر لحد دلوقتي عن احسن صوت، لان انا ممكن اكون شايف ان علي الحجار او مدحت صالح صوتهم احسن واقوى من عمرو دياب، لكن عمرو دياب لسه موجود ولسه مستمر، ويعتبر هو اكتر مغني موجود على الساحه. انا هنا بتكلم على الغنى، على الاستمراريه، على النجاح، على القاعده الجماهيريه. فكان قرار صائب جدا من عمرو دياب ان هو يخرج بره دايره التمثيل. تعالوا بقى نتكلم على الالفينيات اللي ظهر فيها نجوم كتير جدا مغنيين برضه قرروا يمثلوا، والحقيقه الفتره دي غنيه بنجوم كتير جدا، على راسهم طبعا تامر حسني اللي انا بعتبر ان هو واحد من انجح المغنيين اللي قرروا ان هم يمثلوا. تامر مغني شاطر جدا وممثل ذكي. يمكن الفتره الاخيره بدات اختياراته في الافلام تختلف شويه، لكن برضه هو عنده قاعده جماهيريه قويه جدا. تامر عنده قاعده جماهيريه كبيره جدا محدش يقدر ينكرها او يغفلها. انت بتحبه او بتكرهه ده موضوعك، لكن نجوميه ونجاح تامر شيء واضح للاعمى. وعشان اختصر عليك الموضوع كله، تامر هو انجح مغني قرر ان هو يمثل، حتى لو اختياراته متخبطه الفتره الاخيره، لكنه عنده قاعده جماهيريه تخض. في ناس بتخش تتفرج على تامر عشان ده تامر، عشان ده تموره، عشان ده حبيبنا. لكن برضه في نجوم كتير ناجحه زي مثلا حماده هلال اللي بدا الفتره الاخيره مستواه يتقدم جدا في التمثيل ويبقى ليه جمهور كبير قوي عن طريق مسلسل المداح. ويمكن بدايه حماده هلال الحقيقيه كانت في فيلم عيال حبيبه سنه 2005. ومن المغنيين برضه اللي قرروا يمثلوا احمد فهمي اللي هو كان نجم فريق واما. هو ابتدى بفيلم خليج نعمه سنه 2007، لكن بصراحه اداؤه ما كانش حلو. بس خليني اقول لك رغم ان
ان هو بدايته كانت ضعيفه جدا وما كانش قوي قوي في التمثيل، لكنه واحده واحده بدا يتطور. يعني مسلسل الفريدو انا شفت منه اداء مقبول جدا بالنسبه لمغني قرر يمثل. ده طبعا لما تيجي تقارنه بالنسبه لبداياته، لان لما تشوف اداؤه في الفريدو او بين السطور هتلاقي ان في تحول كبير جدا في الاداء التمثيلي بتاعه. والمغني اللي معايا بعد كده اللي قرر يمثل هو خالد سليم، ابتدى سنه 2004 في فيلم سنه اولى نصب. لكن وللاسف الشديد ان خالد سليم واحد من اضعف المغنيين اللي قرروا يمثلوا، لكنه مش الاسوأ، لان الاسوأ لسه جاي، اصبر عليا. عندنا كمان محمد دياب الشهير بديبو بتاع اغنيه عو عو عو، واحد من اكتر المغنيين اللي قرروا يمثلوا موهبه على الاطلاق، موهبته طاغيه، وانا شايف ان هو اصلا الراجل ده مولود ممثل، يمكن الغنى هو اللي فتح له الباب وفتح له السكه عشان يعرف يبقى ممثل. في كمان معانا هاني عادل بتاع فرقه وسط البلد، وهاني برضه من المغنيين اللي اتطوروا جدا في الاداء التمثيلي. لما تتفرج عليه في مسلسل عيشه في فرحه هتلاقي ان اداؤه حلو قوي، وكان في كيمياء حلوه بينه وبين هبه مجدي. وعندنا برضه النجم الجميل مصطفى قمر اللي نجح نجاحات جامده جدا وكسر الدنيا، لكن بعد كده بيبدا يتراجع في الايرادات. اما لو هنتكلم عن الاداء فانا بالنسبه لي مصطفى قمر اداؤه مقبول، ما اقدرش اقول سيء قوي وما اقدرش اقول ان هو جامد. مصطفى قمر مغني حلو، لكن اداؤه التمثيلي عادي فاتر. ومن المغنيين اللي قرروا ان هم يمثلوا افلامهم كانت لطيفه وخفيفه وممكن اتفرج عليها تاني لو جت قدامي، عامر منيب الله يرحمه. انا كنت بستمتع جدا باغانيه وافلامه كمان كانت لطيفه، ما كانتش بتضايقني. وتقريبا انا كده استعرضت معاكم معظم النجوم المغنيين اللي قرروا ان هم يمثلوا، ومين كان عاجبني ومين ما كانش عاجبني. اما بقى بالنسبه للاسوأ اللي لا يمكن اتفرج عليهم تاني خالص، فمعايا طبعا مصطفى كامل عن فيلمه العظيم جدا قشطه يابا، قشطه يا عمي، قشطه اول حد كده مش هشوف الفيلم ده تاني مهما حصل. والراجل من نفسه اصلا قرر ان هو ما يمثلش تاني. اما بقى اللي كان بالنسبه لي اسوأ واسوأ وخلاني قاعد محتار مش عارف احطه في المركز الاول، كانت المقارنه بين اتنين. لو فاكرين كان في فيلم اسمه الحياه منتهى اللذه، كان بطوله يوري مرقدي. اداؤه في الفيلم كان صعب جدا، كان اداء بيخليني مش قادر اتفرج عليه. هو ولا عارف يتكلم مصري ولا عارف يتكلم لغه عربيه، وكان بعيد كل البعد عن كل حاجه تخص التمثيل. واللي كان بينافسه على الاسوأ هو سامو زين عن فيلم 90 دقيقه. انا ما كنتش عارف احط مين فيهم اسوأ، عشان كده قررت احط الاتنين جنب بعض. لكن بعد ما قعدت عصرت على نفسي ليمونه واتفرجت على الاعمال تاني، لقيت ان يوري مرقدي لسه مكمل في التمثيل وبيعمل اعمال. اخر حاجه عملها سنه 2019 لكنه بيمثل باللغه العربيه، فحسيته مقبول شويه، مع ان هو شعره ابيض شويه فبقى شكله مختلف، فبقى ممكن نعديها له. وعشان كده خليت يوري مرقدي هو التاني اسوأ واحد. وفي المركز الاول كاسوأ مغني قرر ان هو يمثل سامو زين. كده عندنا بالترتيب مصطفى كامل في المركز الثالث، يوري مرقدي في المركز الثاني، سامو زين في المركز الاول. رغم ان سامو زين انسان جميل جدا وانا بحب اتفرج على اللقاءات الحواريه اللي بيطلع فيها، لكن هو كمان كان عنده وجهه نظر وقرر ان هو ما يمثلش تاني، وانا احييه على القرار الشجاع والجريء ده. رغم ان هو في اللقاءات قبل كده قال انا كل سنه بتعرض عليا فيلم او مسلسل وهو بيرفض، وده دليل ان هو واحد عارف حجم موهبته وعارف هو امكانياته ايه. رغم ان سامو زين انسان متحدي وبيحب دايما يتحدى نفسه، لكن رايي الشخصي وراي سامو زين نفسه ان هو خد القرار السليم وبعد عن التمثيل. وبكده تكون خلصت الحلقه. لو عندك اي مغني حابب تحطه في الليسته اكتب لي اسمه تحت في الكومنتات. وسؤال الحلقه مين هو اشطر ممثل غنى في افلامه؟ وبما انك وصلت لحد اللحظه دي في الحلقه فانا اتخيل ان الحلقه ممكن تكون عجبتك، فلو عجبتك بقى لايك وشير وسبسكرايب واشترك في القناه عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنعملها، وعشان تساعدني اكبر لان انا مش اكبر غير بيك انت وبدعمك انت. شكرا ليكم واشوفكم على خير في مراجعات تاني جايه كتير. انا بابا يلا.